لي أرض تمتد من المحيط الأطلسي إلى الصحراء الكبرى، نشأت حضارات عظيمة وحكايات لا تنتهي. هنا، حيث التقت ثقافات الشرق والغرب، وحيث خطت صفحات التاريخ بأحرف من ذهب. هذا هو المغرب، أرض الأمازيغ، مهد السلاطين، وملتقى الحضارات. قبل آلاف السنين، وفي قلب شمال إفريقيا، قامت حضارة فريدة من نوعها. الأمازيغ، السكان الأصليون للمغرب، الذين تركوا بصمتهم على الجبال والوديان. من مملكة نوميديا إلى موريتانيا الطنجية، كتب الأمازيغ تاريخا من الشجاعة والحكمة. في القرن السابع الميلادي، وصل الإسلام إلى المغرب ليغير مجرى التاريخ. تأسست الدولة الإدريسية كأول دولة إسلامية في البلاد، وأصبح المغرب مركزا علميا وتجاريا يربط بين إفريقيا وأوروبا. تحت حكم المرابطين والموحدين، ازدهرت العلوم والفنون، وتم بناء مدن خالدة مثل مراكش وفاس، التي أصبحت منارات للحضارة. عندما سقطت الأندلس، لم تكن النهاية، بل بداية جديدة. عبر الأندلسيون البحر، وجلبوا معهم علومهم وفنونهم، وكان المغرب ملاذا لهم. المدن المغربية كفس وشفشاو تحولت إلى لوحات تعكس جمال الحضارتين معا. في بداية القرن العشرين، كان المغرب هدفا للقوى الاستعمارية. تقاسمته فرنسا وإسبانيا، لكن المغاربة لم يقبلوا بالخضوع. من جبال الريف، قاد عبد الكريم الخطابي ثورة أصبحت ملحمة في تاريخ الكفاح الوطني. من وليلي إلى مراكش، ومن الأمازيغ إلى الأندلسيين، يحمل المغرب ذاكرة حضارات لا تموت. اليوم، يقف كجسر بين الماضي والمستقبل، بين الشرق والغرب. هنا، تلتقي التقاليد بالتجديد، ويحيا التاريخ في كل زاوية من زوايا البلاد. هذا هو المغرب، أرض الحضارات.